واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى من شركة ايفون. والنهارده هنتكلم عن منتج جديد من المنتجات اللي نزلت معانا مؤخرا في ايفون. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نتكلم على المنتج بتاعنا النهارده. زي ما انتم شايفين النهارده هنتكلم عن قلم الحواجب اللي نزل معانا مؤخرا في ايفون اللي هو اسمه مايكرو فاين، وده شكله. وانا جبت الدرجه اللي هي اسمها براوننت، والدرجه دي هي اكتر درجه بتناسبني. المفروض ان القلم دوت من مميزاته ان هو سنه دقيق، عشان كده هما كاتبين عليه مايكرو. وهو طبعا قلم حواجب، وده بيكون شكله معانا في الكتالوج ودرجاته. عندنا منه الدارك براون وكمان البراوننت واللايت براون. وهم كاتبين ان هو قلم بطرف رفيع للغاية لحواجب بمظهر طبيعي، بطرف مائل لتحديد دقيق لملء الفراغات ويحدد الحواجب. ده شكل القلم زي ما انتم شايفين. طبعا هو مقارنة بأي قلم نزل معانا في ايفون قبل كده طبعا هو سنه في منتهى الدقة. انا بالنسبة لي هو نوعا ما دقيق في التحكم عشان سنه رفيع، ولكن الفورمولا بتاعته زي ما انتم شايفين انا حاسه ان هي شمعيه، يعني انا حاسه ان هو شمعي كده شويه. وطبعا انتم شايفين اللون قد ايه طبيعي، ولكن تغطيه خفيفه. انا معرفش هل اللون هو اللي خفيف، يعني مثلا لو كنت جبت الدارك براون هتبقى التغطيه اتقل من كده. كمان احساسه شمعي، يعني مش احساس كريمي، مش قلم تحسيه كريمي معاكي، لا انا حاساه عامل زي الاقلام الكرايون بتاعت الشمع. فانا بالنسبه لي هو لطيف هستخدمه، بس اما يخلص انا مش هكرره تاني. المميزات بتاعته بالنسبه لي ان هو دقيق زي ما انتم شايفينه، خطه رفيع جدا او بيرسم رفيع، وتقدري ترسمي بيه كمان الحاجب من بره. يعني لو في ناس بتحب تحدد الحاجب كده اهو تقدر تحدد الحاجب، بس طبعا مش هيكون بالمنظر ده، انا برسم لكم رسم كروكي مش اكتر. لو انت حابه ان انت تحددي الحاجب كمان بيدي مظهر طبيعي، لكن انا بالنسبه لي اللون خفيف جدا والتغطيه خفيفه جدا مقارنه بالسعر. ده كده كان رايي في القلم الجديد اللي هو اسمه ماكرو فاين برو بنسل اللي نزل معانا مؤخرا في ايفون. احنا بصراحة عندنا منتجات كتير للحواجب في ايفون ممتازة، زي الماسكارا الرائعة دي. الماسكارا دي ممتازة، انا مجربة منها درجات كتير وعامله لكم بيها فيديو، وده بالنسبة لي برضو كويس معقول للاستخدام اليومي، هيكون لطيف جدا. من اهم برضو مميزاته ان هو ما بيوقعش الحواجب. لو انا بقى حابه ان انا اجرب منه درجه اتقل شويه ممكن اجيب الدارك براون، بس انا ما بحبش الحواجب تبقى غامقه عموما. وده برضو انا كنت عامله لكم عنه ريفيو مفصل. وعندي انواع كتير من اقلام الحواجب، للاسف هي بطلت تنزل دلوقتي، بس لو حابين ان انا اعمل لكم عنها ريفيو. انا عندي منتجات كتير جدا للحواجب بصراحه في ايفون، بس ما لحقتش ان انا اكلمكم عنها بالتفصيل. لو حابين ان انا اكلمكم عنها او لو اتوفرت تاني في الكتالوج ان شاء الله هكلمكم عنها، ولكن انا دايما بحب اوفيكم بكل جديد. ده كان رايي في القلم بتاع مايكرو فاين اللي نزل معانا مؤخرا من ايفون. هو للاسف ما بيظهرش معانا بشكل دائم، يعني بيظهر ويختفي، فاللي حابب يلحقوه هو متوفر معانا الشهر ده، تقدروا تطلبوه وتلحقوه لو انتوا حابين الافكت والدقة بتاعته. ده طبعا اللي حابب ان هو يطلبه بسعر اقل من السعر الموجود في البروشور يعمل معانا العضوية في ايفون عشان يستفيد من خصومات البروشور وكمان من عروض مجلة الاعضاء واقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية، واحيانا بيكون الشحن مجانا. وكمان تقدري تشتغلي معانا في ايفون وتحققي ربح وتشتري كل منتجاتك ببلاش. كل الحاجات دي هتقدري تعرفيها لو كلمتيني على الرقم اللي موجود على الشاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا. ولو حابة ان انتي تطلبيه من عندي من على الجروب فلينك الجروب في اول تعليق.
مثبت، وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين. تقدري تخشي تطلبي اللي انت عايزاه. في منتجات كمان متاحة فوري على التسليم بأسعار رائعة جدا. ده كان الريفيو بتاعنا. منتظرة آرائكم وتعليقاتكم لكل اللي جرب المنتج دوت او اي درجة من درجاته، يقول لي رأيه في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو افادكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.